تبوأت هذا المقعد جديد، ولكن أدرك أن لديكم من الخبرة ما يجعلكم أن تقدموا للقطاع. سيد الوزير، ولاية ورقلة، وهو سؤال يخص الصناعات، يعني إمكانية إنجاز مصانع كبرى أو صناعات كبرى خارج قطاع المحروقات الذي تتميز به هذه الولاية، وهي ولاية طاقوية ونفطية، لكن ما تحتويه من ثروات ومعادن أخرى يؤهلها ويبوئها أن تكون في مقعد أحسن. سيد الوزير، القطاع تقريبا فيه 21 مصنع يشتغل، فيه تقريبا 4 وحدات إنتاجية تقريبا، من بينها وحدة لإنتاج والتحويلات الصناعية، من بينها 3 مطاحن ووحدة لتوضيب وتعليب التمور، ولدينا أيضا ملبنة تشتغل منذ سنوات، وملبنة أخرى قيد الإنجاز ستدخل حيز الخدمة في الثلاثي الأول من سنة 2026. ولدينا أيضا مصنع للغرف الفلاحية بمدينة حسيم سعود، ولدينا أيضا مصنع للمصل هو قيد الإنجاز، ولدينا مصنع للألواح الشمسية هو الأول من حيث التقنية في إفريقيا من الجيل الخامس، ولدينا لدينا 15 مشروع في إطار رفع العراقيل، ولدينا مصنع للسكر نرتقبه جميعا وترتقبه الجزائر، سيكون بمحاذاة المنطقة الصناعية ويحتوي على مسافة 300 هكتار. ولدينا في جانب الاستثمار 8 مستثمرين تحصلوا على عقود الإنجاز، ننتظر أن تستكمل بقية الإجراءات الإدارية. ولدينا أهم شيء هي المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية حسي بن عبد الله 500 هكتار، ننتظر أن تدخل كل هذه الأمور حيز الخدمة حتى نعطي فرصة في هذه الولاية، ونوفر أيضا مناصب شغل، ونوفر أيضا حركية اقتصادية، ونخلق ثروة. في المقابل أيضا لدينا منطقتي نشاط ببلدية حاسي بن عبد الله وبلدية عين بيضاء، نتمنى أن يرفع عليهم التجميل. ولكن سيد الوزير، احنا محتاجين صراحة أن تساهم الدولة بإنجاز مصانع حقيقية ندعم بها القطاع الخاص. شكرا سيد الوزير.